صباح الخير، نهاركم طيب سعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا بخير والحمد لله. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم اللي جايزه من طريق ولا اول مره تشوف قناتي، نقول لك حبيبتي ادخلي للقناه واشتركي وفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد. مشتركاتي ما تبخلوش عليا بليجام والتعليقات الحلوين تاعكم، وبارطاجيو الفيديو تاعي لو ماكسيموم مع صحاباتكم محبباتكم اللي تعم الفائده. واللي مازالت ما انضمتش للانستغرام تاعي نقول لك مرحبا بك، راح يشرفني انضمامك. نبداو الفيديو تاع اليوم على بركه الله. في الفيديو تاع اليوم راح نشارك معكم وصفه تاع صابلي ولا اروع، كي الشكل تاعو كي البناء كي القوام كما راكم تشوفوا يجي يذوب في الفم بمقادير مضبوطه، وثاني غير بحبه بيض واحده راح نديروا كميه ما شاء الله. نروحوا للمقادير. واش نحتاجوا 125 غرام تاع مارغرين تكون بحراره المطبخ، يعني نص طرف تاع مارغرين ولا نص بواط تاع 250 غرام. حطيتها في ريسيبيون تاعي كيما راكم تشوفوا. راح نضيف لها هنايا نص كاس تاع سكر كلاص. هنا السكر كلاص راح يمد خفه بزاف هايله للصابلي تاعكم. من الاحسن انكم تستعملوه هو وما تستعملوش تاع الحبيبات. فوتوا هنا في صفايه كيما راكم تشوفوا بان تخلصوا كامل الحبيبات هذوك اللي يكونوا فيه، ويجينا الخليط متجانس. بعد هنايا راح نضيف ملعقه تكون كبيره تاع زيت. اذا كانت ملعقه تاعكم شويه صغيره استعملوا ملعقه ونص. بالنسبه ل 125 غرام تاع مارغرين، اذا استعملتوا طرف تاع زبده حاولوا انكم تضيفوا 2 ملاعق تاع زيت. وهنايا اكيد نضيفوا رشه تاعنا تاع الملح باه نعدلوا الذوق وتجينا الحلوه تاعنا بنينه. كيف ثاني ساشي تاع سكر فاني باه نكهو هنا الحلوه تاعنا، واكيد باه نقضيو على رائحه البيض. جبت هنايا باتر راح نضرب هذاك السكر مع الزبده تاعي مع المكونات الاخرين حتى نشوف الخليط كامل اتجانس. بالنسبه لي ما عندهاش الباتر وتحب تستغنى عليه، جست هذه العمليه حاولي انك ديريها جست بيدك، راح تنجح لك العمليه وراح تنجح لك الحلوه تاعك. جست اعطي الوقت برك انك تدخلي هذاك عفوا السكر كامل في الزبده تاعك، وتشوفي انه الزبده تاعك طلعت بالطريقه اللي راكي تشوفي فيها. حاولوا انكم تضربوا مليح باه نعطيو هذاك القوام الخفيف للزبده تاعنا. هذا سر من اسرار الصابلي. كاين بزاف بنات يقولوا انه الصابلي تاعهم يجي شويه يابس ولا يتشقق لهم في الفور تاعهم. حاولوا يا البنات انكم المده هذه تاع تخلطوا الزبده مع السكر مدوا لها وقت مليح باه تطلعوا هذيك الزبده تاعكم تجيكم خفيفه، تتكون لكم كريمه. الخفه هذيك تاع الزبده تاعكم راح تمد لكم اولا هشاشه الحلوه تاعكم، وثاني راح تجيكم الحلوه تاعكم متماسكه وما تجيكمش مشققه في الفور تاعكم. كيما شفتوني هنا بعد ما خلطت الزبده تاعي مليح وشفتوها مام اللون تاعها ولا مايله البياض، جبت هنا صفار بيضاء. راح نستعملوا غير الصفار ما نستعملوش البياض. هذا ثاني سر من اسرار الصابلي، اذا استعملتوا البياض راح تجيكم الحلوه تاعكم شويه يابسه، اما اذا استعملتوا جوج الصفار راح يزيد يبس لكم العجينه وراح تجيكم الذوب في الفم. بعد ما دخلت هذاك صفار البيضه كامل في الخليط تاعي، ضفت هنا ملعقه كومبومبي تاع نشا ثاني من خفه بزاف هايله للصابلي تاعكم. كيف راح ندخلو كامل ونحاول الحواف هذو كامل نهبطهم بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. قلت لكم اللي ما عندهاش الباتر هذه العمليه كامل تستعمل جوست يدها. فوالا هاي لك هنا احتاج تدخلي هذيك الكميه تاع النشا كامل. نجي هنا انا راح نقسم الخليط تاعي الى قسمين، على خاطر نص راح نديرو بلوغو تاع الشوكولا ونص راح نخليه غو فاني. كما راكم تشوفوا القوام تاع الزبده تاعنا كانها كريمه الزبده، تجي خفيفه. قلت لكم الخفه هذه هي اللي حتمدنا الخفه في الحلوه تاعنا من بعد. هنا اول نص من العجينه ولا اول نص من الخليط راح نضيف له كميه تاع فارينه، ونضيف له رشه صغيره تاع خميره الحلويات. هنا مانيش حابه يتبدل لي الشكل ولا تكبر لي الحبه، ولكن الخميره الحلويات كما تعرفوها تمد خفه بزاف هايله. اكيد العجينه تاعكم ولا الحلوه تاعكم ما تجيش كما نقولوا حنا معجنه لداخل. بالنسبه للكميه تاع الفارينه ما كاش كميه محدده، جوست تبقاو تضيفوا في الكميه تاع الفارينه حتى تشوفوا الخليط تاعكم اتماسك ولا تكونت لكم عجينه تكون طريه وما تكونش تلصق في اليد. بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها حاولوا انكم ما تعجنوش الخليط تاعكم ولا العجينه تاعكم باه ما يجيكمش الصابلي تاعكم يابس. فوالا هذا هو القوام تاع العجينه اللي لازم انكم تتحصلوا عليه. قلت لكم تكون طريه بلا ما تكون تلصق في اليد. ما تكثروش الكميه تاع الفارينه بزاف على خاطر راح تجيكم ناشفه، ومن بعد كي تجيو تطرحوها وتجيو تقطعوها راح تتفتت لكم. ميم كي تجيو طيبوها راح تجيكم يابسه. كما شفتوني هنا حطيتها في اون ساشي نحطها بجيه ونخليها ترتاح. نرجعوا للقسم الثاني ولا النصف الثاني تاع الخليط تاعنا. هنا راح نضيف له ملعقه تكون مليحه تاع كاكاو. كما راكم تشوفوا خيروا الكاكاو ذو نوعيه جيده باه يجيكم لوغو هذاك تاع الشوكولا في الصابلي تاعكم. وكيف هنا ضفت كميه تاع فارينه وراح نضيف الرشه تاع خميره الحلويات بنفس الطريقه.
نحاول ندخل هذاك الكاكاو مع الفارينه مع الكميه الصغيره تاع ولا الرشه صغيره تاع خميره الحلويات حتى نتوزع لنا هذيك الخميره كامل في العجينه تاعنا باه من بعد تطلع لنا بنفس المستوى. كيف راح نقعد نضيف في الفارينه تاعنا بشويه بشويه حتى تحصلوا قلت لكم على عجينه تكون متماسكه. هنا بالنسبه للعجينه تاع الكاكاو كما تعرفوا الكاكاو ينشف شويه العجينه، حاولوا انكم تخليوها شويه طريه. بعد 5 دقائق حوالي 5 دقائق الى 6 دقائق راح تشوفوا العجينه تاعكم اتماسكت، على خاطر الكاكاو قلت لكم ينشف شويه العجينه. وبالنسبه للعجينه هذه تاع الصابلي ممكن تستعملوها هكذا كصابلي مثلا بريستيج، كما ممكن ثاني تستعملوها في طاختولات تمد بنه وشكل بزاف هايل. جوست استغناو على رشه تاع خميره الحلويات باه ما تفسد لكمش الشكل تاع لي طاختولات. فوالا هاي ليك هنا قلت لكم هذا هو القوام تاع العجينه اللي لازم تحصلوا عليه. نخليوها شويه طريه على تاع الفاني قلت لكم باه من بعد راح تجيكم سوا. كيف راح نحطها في ساشي، نحطها بجيه. ممكن اذا كنتوا في الصيف وكان الحال شويه سخون ممكن انكم تحطوها في الفريجيدير تتماسك شويه، والله هذيك الزبده تعاود تتماسك باه يجيكم التشكيل تاعها ساهل. هنايا جبت البلاطو تاعي راح ندهنو بكميه كما راكم تشوفوا تاع زبده. انا نحب ندهن لي بلاطو تاعي خاصه في الصابلي نحب ندهنهم بزبده وتكون كما نقولوا ماهيش ذائبه، راح ما تخلي لكمش الصابلي تاعكم يلصق لكم في السنيوه، وراح تعطي له هذيك التحميره المليحه اللي تجي من التحت. هنا نبداو التشكيل كما راكم تشوفوا. جبت هذو لي بلاستيك اللي دائما نستعملهم معاكم اللي يجيو داخل الديول ولا يجيو بين الورقات تاع الديول، نخبيهم انا هكذا ونستعملهم في الحلويات بزاف هايلين، على خاطر البلاستيك تاعهم جاي شويه سوليد وجاي شويه خشين، يعاونكم بزاف انكم تحلوا الحلوه تاعكم بلا ما تضطروا انكم تستعملوا الفارينه، على خاطر الفارينه راح تنشف لكم العجينه تاعكم، خاصه اذا كانت عندكم كميه كبيره وراح تطرحوا وتعاودوا تلموها وتعاودوا تطرحوها ملي رايحه وهي تنشف لكم، راح الحبيبات اللي في الاخير ما يجيكمش والله ما يجيكمش السطح تاعهم ولا الشكل تاعهم كيما الحبيبات الاولين. كما شفتوني حليت العجينه تاعي الاولى اللي بلوغو تاع الفاني حطيتها بجي، وكيف هنا راح نعاود نحل العجينه اللي بلوغو تاع الشوكولا ولا بالكاكاو. لازم نحلوهم في زوج على خاطر راح نستعملوا كما نقولوا حنا الحبيبات تكون متكونه نص بالكاكاو ونص بالكوفاني كما شفتوا الشكل في اول الفيديو. صدقوني يا البنات كي الشكل تاعها كي البنه تاعها بزاف هايله. جربوا يا البنات الصابلي هذا ولا الحلوه هذه، متاكده بلي راح تعتمدوها باذن الله في العيد لا عيشنا ربي ووصلنا ليه. فوالا هاي ليك هنا بعد ما حليت العجينه تاعي في زوج جبت اللي بلوغو تاع الفاني. جبت الطابع تاعي على شكل قلب. هنا حاولوا انكم الطابع تاعكم ديروه شويه صغير ولا خيروا الطابع اللي يكون صغير، على خاطر راح نستعملوا زوج حبيبات في حبيبه واحده باه تجيكم الحبه تاعكم تاع الحلوه ولا تاع الصابلي تاعكم تجيكم سوا ما تجيكمش كبيره. بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. بالنسبه للسمك حوالي 2 ملم حتى ل 3 ملم. كما ممكن ثاني الحلوه هذه ولا ممكن الصابلي هذا انكم تستعملوا غير حبيبه واحده. حاولوا انكم تطلعوا لها ولا تعليوها شويه. اما اذا حبيتوا تلصقوا حبيبه على حبيبه حاولوا انكم ترققوا شويه في العجينه تاعكم. وهنايا كما شفتوني خلصت الكميه ولا خلصت العجينه تاعي كامل البيضه ولا لي بلوغو تاع الفاني. كيف هنا جبت الكميه تاعي ولا العجينه تاعي اللي طرحتها بلوغو تاع الشوكولا كيف طبعتها بنفس الطابع. هنا في البلاطو تاعي راح نحط الحبيبات تاعي اللي بالشوكولا. هنايا البنات تحبوا تعكسوا العمليه لكم الاختيار. انا هنا بديت بلوغو تاع الشوكولا كما راكم تشوفوا. هنا رايحين نحيو كما نقولوا حنا مورسو هكذا نورمالمون الصوره راهي واضحه بنفس الطابع. هنا نفس الطابع اللي قطعنا به نفسه هو اللي راح نعاودوا نقطعوا به بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها باه يركبوا لنا الحبيبات مع بعضها. فوالا هاي ليكنا بالطريقه هذه. هنا راح نجيبوا لي بلوغو تاع الفاني راح نركبوها في البلاصه اللي نحيناها بكل سهوله راح تركب لكم، على خاطر قلت لكم نفس الطابع. هنا ممكن تقول لي وحده انهم راح يطيروا من بعضهم، جوست ما راح يطيبوا راح يلصقوا في بعضهم. وصدقوني مش حيبانوا اصلا باللي مطبوعه كل وحده وحدها، ولكن جوست حاولوا انكم كما نقولوا كي تحطوهم قدام بعضهم ولا تدخلوهم في بعضهم حاولوا انكم تضغطوا عليهم شويه اكيد باه يلصقوا في بعضها. بنفس الطريقه راح نكمل كامل الكميه كما راكم تشوفوا. طريقه جد سهله وبسيطه. هنا جوست حاولوا انكم تخدموا في البلاطو تاعكم باه ما تضطروش انكم ترفدوا الحبيبه تاعكم، واكيد راح تفتح لكم مادام مازالت ما طابتش. بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت الكميه تاعي العجينه اللي تقعد لكم حاولوا انكم جوست تلموها ما تعجنوهاش. اذا عجنتوها راح تولي لكم العجينه تاعكم يابسه، وثاني كي طيبوا صابلي تاعكم راح يجيكم يابس.
قلت لكم جست لموها وعاودوا طرحوها بنفس الطريقه، وراح نعاودوا نطبعوها ثاني كيف بنفس الطريقه. قلت لكم اذا كنتوا حابين ديروا حبيبات ما تلصقوهمش مع بعضهم، جست حاولوا انكم ديروا العجينه تاعكم كي تطرحوها، حاولوا تطرحوها حوالي نص سنتيم، راح تجيكم ثاني سوا. فوالا هاي لكنا بنفس الطريقه كيف راح نكمل الكميه. بالنسبه لهذا المقدار تاع 125 غرام تاع زبده، صدقوني تمد لكم حتى ل 25 حبه. اذا استعملتوا 250 غرام راح توصلوا 40 45 حبه على حسب المول تاعكم اللي استعملتوه. وثاني انا لصقت زوج حبيبات مع بعضهم، اذا ما لصقتوش الحبيبات مع بعضهم راح توصلوا حتى ل 70 80 حبه. كما شفتوني هنا كنت الفور تاعي اكيد كنت مسخنته، حطيت الحلوه تاعي ولا الصابلي تاعي يطيب. هنا شعلت له اكيد من التحت، انا الصابلي ما نشعلوش من الفوق على خاطر ما يديش وقت كبير اولا في الطياب، وما يديش درجه حراره تكون كبيره. حاولوا تسخنوا الفور تاعكم مليح، ومن بعد عاودوا نقصوا له على درجه اللي تكون صغيره خلاص، وخليوه راح يجيكم هشيش وراح يحمر لكم من التحت بلا ما يتحرق لكم، وثاني بلا ما كما نقولوا يبس لكم في الفور تاعكم. فوالا كما شفتوني حطيت البلاطو تاعي الاول، وكيف كملت الكميه اللي ما زالت لي. قلت لكم ممكن انكم تعكسوا لي كولير، ممكن مثلا في بلاص تاع الشوكولا تستعملوا لي بيضاء، وكيف تعاودوا تركبوا تاع الشوكولا في بلاصه تاع الفاني. كما ممكن ثاني تستعملوا لي كولير يا البنات، اللي يحب لي كولير مثلا اذا كنتم دايرين تام مثلا ممكن ديروا في البلون ومثلا في الغوج، ممكن ديروا في الغوز والبلون، لكم الاختيار يا البنات. هاي اللي كنا بعد ما طابت لي الكميه الاولى ولا البلاطو الاول كما راكم تشوفوا الحبيبات ما يطيروش على بعضهم، راحين يجيو كانكم طبعتوهم بنفس الطابع. ولكن احنا درنا هذيك العفسه كما شفتوها. حنخليهم هنايا لازم يبردوا يا البنات، تخليو الصابلي تاعكم يبرد باه يتماسك لكم، باه كي نجيو نلصقوا الحبيبات مع بعضهم يجيونا ساهلين. فوالا كما راكم تشوفونا بعد ما بردت لي كميه كامل، هنا جوست راح نحيها من لي بلاطو. هنا بتسهل لكم العمليه يا البنات، جوست ما تنحيوهم. شوفوا الحبيبات اللي يكونوا قد بعضهم كما نقولوا وفي الشكل يشبهوا لبعضهم، باه يجيونا الحبيبات سوا. حاولوا انكم تحطوهم فوق بعضهم وتحطوهم بجيه، باه كي نجيو نلصقوا حبيبه مع حبيبه راح يجيكم ساهلين، خاصة إذا كانت عندكم كمية كبيرة. أنا إذا حبيتوا تستعملوا هكذا كل حبيبة وحدة، ممكن للديكور تستعملوا مثلا رشة تاع سكر كلاس، ممكن تستعملوا هكذا دي زيكزاك تاع الشوكولا. قلت لكم يقعد التزيين اختياري وبالحاجة اللي عندكم. ممكن حتى ديروا لهم رشة تاع نوات كوكو يمدوا ثاني بنة، ويمد ثاني إبها بزاف هايل. اما اللي يحب يلصق كيما انا لصقت حبيبه مع حبيبه، استعملوا مثلا الكونفيتير، اي نوع من المعجون يصلح اكيد. كما ممكن ثاني تلصقوهم. انا هنا لصقتهم بلا صوص كراميل اللي وجدتها معكم في الفيديو نورمالمون اللي قبل هذا ولا اللي قبله، بزاف هايله تقعد كيما راها. اللي مازالت ما شافتش الفيديو تدخل للقناه راح تلقاها بكامل تفاصيلها، بدون حليب وبدون كريم فريش وثاني بدون زبده. تلقاو هكذا الحلويات خاصة للعيد، ممكن ديري كمية وتحتفظي بها في الثلاجة كي تحتاجي هكذا تستعمليها. فوالا هاي ليكنا هذه لاصوص كراميل اللي خدمتها معاكم. كما راكم تشوفوا القوام تاعها بزاف هايل، وصدقوني يا البنات بنتها احسن من المحلات وتمد لكم كمية كبيرة. فوالا كما راكم تشوفونا انا الصابلي نحب نحمرو شويه من التحت باه يمد لكم هذيك البنه وهذيك القرمشه اللي تجي في الصابلي، ويجي ثاني من الداخل يجي هشيش ويجي ذوب في الفم. بطريقه سهله وبسيطه كما راكم تشوفوا. راح نحطوا كميه وراح نلصقوا حبيبه على حبيبه. هنا بالنسبه للتزيين انا ضفت لها تزيين بسيط، شويه تاع نوات كوكو كما كنتوا تشوفوا. جست الحواف هذو كامل نفوت عليهم كميه تاع الكراميل، وكيف راح نفوتهم في نوات كوكو باه يمدوا لي ابها. ممكن تستعملوا الكاوكاو، ممكن تستعملوا اي مكسرات. مام يا البنات العجينه هذه اذا حبيتوا انكم تضيفوا لها كميه مثلا تاع كاوكاو، جست ارحيوه بيان بودر راح يمد واحد البنه ولا اروع. كيما ممكن ثاني تجربوا كميه حوالي ملعقه في الكميه اللي درناها، حوالي ملعقه تاع حلوه الترك راح تمد هذاك التعلاك البنين اللي يجي في الصابلي. جربوها يا البنات ورجعوا لي بالخبر. وهذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا بزاف هايل، سواء الشكل سواء البنه تاعو سواء القوام تاعو يجي ثاني هشيش ويجي يذوب في الفم. مام لوغو يا البنات تاع الشوكولا مع الفاني مع هذاك الكراميل بنه ولا اروع. كما ممكن ثاني يا البنات كما راكم تشوفوا القلب هذاك الابيض ممكن انكم تثقبوه عادي بقليب يكون هكذا صغيور، يمد ثاني بها ويمد ثاني شكل هايل.
فوالا هذيك كنا حنقسم معكم حبيبه، قلت لكم يجي بزاف هشيش. جربوا يا البنات الصابلي بالطريقه هذه بالمقادير هذه ورجعوا لي بالاخبار. كما شفتوا امكانيته جد قليله وثاني طريقته ولا اسهل. شهيتكم حبيبتي في الجنه. وهنايا نقول لكم الفيديو تاعنا وصل لنهايته، ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم والوصفه نالت رضاكم. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تبخلوش عليا بليجام والتعليقات الحلوين تاعكم، وبارطاجيو الفيديو تاعي لو ماكسيموم مع صحاباتكم محبباتكم اللي تعم الفائده. واكيد اللي جربت الوصفه ما تنساش تشاركني تطبيقاتها على الانستغرام. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم احبكم في الله، وسلام حبيباتي، سلام.